نفسك أسنانك يبقى لونها أبيض وشكلها جميل؟ يعني نفسك تعمل تبييض بس محتار تختار أنهي نوع في أنواع التبييض؟ ما هو التبييض ليه أنواع، أنت مش عارف ولا إيه؟ في تبييض في العيادة، وفي تبييض في البيت، حاجة اسمها تبييض منزلي، وفي حاجة تالتة بقى معجون تبييض بتاع الأسنان. تعالى نعرف دلوقتي إيه الفرق ما بينهم وإيه مميزات وعيوب كل واحد علشان تختار أنسب نوع ليك. أول واحد هو التبييض في العيادة، والتبييض في العيادة دايما بيكون تبييض بالليزر. بنحط مادة على سطح السنة، المادة دي بتبدأ تتفاعل مع السنة ومع الليزر اللي متوجه عليها بحيث تكسر التصبغات اللي موجودة جوه السنة نفسها، وبالتالي يبقى عندنا أسنان لونها أبيض وجميل في فترة قصيرة جدا، نحصل على أفضل نتيجة ممكنة وتدوم معانا لأطول فترة ممكنة. وخصوصا النوع ده مناسب ليك جدا لو عندك مناسبة قريب أو عايز تنجز حالك في موضوع التبييض ده وما تغيبش فيه كتير. فده كده أول نوع. تاني نوع وهو التبييض في المنزل. التبييض في المنزل بيتعمل إزاي؟ بنعمل لك قوالب بتاخدها، القوالب دي بيتحط فيها مادة معينة برضو للتبييض، وبتلبسها كل يوم لمدة 4 5 أيام أو أسبوع لمدة ساعة أو نص ساعة على حسب الانستراكشنز اللي موجودة على الماتيريال نفسها بتاعة التبييض. الميزة إن هي برضو بتدي لك بياض حلو جدا للأسنان. العيب إن هي بتاخد وقت أطول شوية ومزعجة شوية، بقى إن أنت بتلبس قوالب وبتشيلها بتحس إن الموضوع خد منك مجهود كتير شوية. أما بقى تالت حاجة وهو معجون تبييض الأسنان، وده معجون بيتباع في الصيدلية وبنقدر نستخدمه مرة واحدة بس في الأسبوع علشان نحصل على أسنان بيضة، نشيل التصبغات اللي موجودة على سطح السنة. ولكن معجون تبييض الأسنان ده لو أفرطنا في استخدامه، اعرف يا صديقي إن الميكانيزم بتاعه بيشتغل على إن هو بيكون فيه حبيبات، الحبيبات دي بتكون خشنة شوية، فلما بتحتك بطبقة المينا لو عليها تصبغات خارجية بتشيلها. طب افرض انت بتستخدمه كتير، فبالتالي هيبدأ يعمل تآكل في طبقة المينا نفسها، وده أكتر حاجة مؤذية انت ممكن تعملها لأسنانك. فلو هتستخدم معجون التبييض في البيت، كفاية قوي مرة واحدة كل أسبوعين أو كل أسبوع ماكسيمم، وتوقفه كمان بعد فترة، مش تفضل مكمل عليه على طول. في سؤال مهم جدا، هل أسناني بعد ما أعمل لها تبييض ممكن ترجع تصفر تاني؟ الحقيقة أيوه، لازم هتحصل لها اصفرار تاني بس بعد فترة. علشان تطول بقى المدة اللي هي لونها أبيض فيها، محتاج أولا تقلل المشروبات اللي فيها كافيين، يعني المشروبات الغامقة زي الشاي والقهوة والنسكافيه والحاجات دي كلها. حاول برضو قدر المستطاع تقلل التدخين. كمان حاول جدا ان انت تلتزم جدا بغسيل اسنانك بصفه دوريه واستخدام معجون التبييض ده كل اسبوعين مره. وحاجه كمان مهمه قوي ممكن تعملها، وهي ان انت تزور دكتور الاسنان كل 6 شهور علشان لو اصفرت شويه يعمل لك جلسه تبييض سريعه والموضوع يفضل مكمل معاك مدى الحياه. ولو وصلت معايا لحد هنا يبقى الفيديو ده والكونتنت ده عجبك، فما تنساش تعمل لنا فولو علشان لسه اللي جاي كتير. واشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.